انا مش عارف مراتي بتعمل كده ليه. ده بتحسسني ان انا بتصرف تصرفات غريبه انا مش فاهمها. يا جدعان انا عاقل وطبيعي جدا مفيش اي حاجه. ليه بتتصرف معايا التصرفات دي؟ بتحسسني ان انا مش طبيعي ليه؟ بتحسسني ان انا مش يعني بتخيل حاجات غريبه ليه؟ بالراحه كده واقعد معاها وشوف الدنيا فيها ايه واسمع لها، وخلي والدتك تسمع منها وشوف اخواتها. انا قعدت معاها واتكلمت معاها مفيش فايده، هي محسساني ان انا مش طبيعي. ما انا طبيعي وبتكلم معاكم اهو. بالراحه دي كلها فيها اللي مكفيها. بص يا عس، انا رايي انا خدها وغير جو كده وشوف هي بتفكر في ايه وايه اللي مزعلها. ما ممكن يكون انت مزعلها ومش واخد بالك يا عس. بص انا متحملها عشان خاطر ابني بس. ابني بس اللي مخليني متحملها، انما اكتر من كده مش قادر اتحملها بصراحه. معلش يا بس استحمل. ربنا يبارك فيه واصبر يا عم. هي العيشه الزوجيه كده، لازم شويه كده وشويه كده. غير جو بس يا صاحبي والدنيا هتظبط معاك. جرب بس اسمع كلام اخوك والدنيا هتظبط معاك ان شاء الله. عشان ما تخربش بيتك. ان شاء الله خير ان شاء الله خير. شوفوا لكم حل في ابنكم ده. ابننا في ايه يا حبيبتي؟ لا ولا حاجه، يا دوبك كان بيرفع السكينه كذا مره عشان يموتني، لولا بقى ستر ربنا. لا حسام ما يعملهاش ابدا. ده انا ابني وانا مربيه وانا عارف تربيته ايه. ده ازاي كل يعمل حاجه زي شوية. كده؟ ده يا كل بنتي يمكن شوية. زي واحد يا يا عمي بنتي. استنى بس، انت مش عارف حاجه عليك ده خالص. ده اعمل له الشاي يقول لي يكبه، يقول لي فين الشاي؟ كل شويه يرفع على السكينه ويبقى عايز يموتني. هو في ايه يا عم؟ انا بعمل كل ده؟ انت انا بس بتصرف انت. التصرفات دي؟ لا والله. ليه بصرفها وانا مش واعي لنفسي ولا ايه؟ ما اعرفش، شوف انت بتبلبع ايه؟ ايه ده؟ الامور دي مش وصلت هتنفعني. للبلبعة؟ وصلت للحاجات دي؟ يا بنتي استهدي بالله. حللوا له وانتوا تعرفوا. انت عايزه ايه بالظبط؟ يا بنتي لو لا يا حبيبتي شوفي ابنك الاول. ابني انت يا حبيبي عملت ايه؟ انت محسساني ليه ان انا بتصرف تصرفات مش طبيعيه طول الوقت؟ روحي حللي له يا طنط وانتوا تعرفوا. يا بصي بنتي يا عايز. حبيبتي استنى بقى. بصي يا ماما، انا ابني عارفه كويس قوي، عارفه تربيه ابني. خلاص روحي اسالي ابنه لما كان امبارح رافع السكينه عليه كان هيموته. على فكره الاوهام دي في دماغك انت مش في دماغي انا. انت اللي بتهيالك حاجات غريبه. الهلاوس اللي بتاخدها في جيبك. هي فين حبايه الهلوسه؟ بص وانت تعرف. يا بنت الناس احنا ربناه وعارفين تربيتنا ايه. لو انت مش عايزه تعيشي معاه بلاش بلاش خزعبلات روحوا اللي انت ربوه بتقوليها الكلام كويس ده. وشوف هو بيموتني كم مره في اليوم. ايه ده؟ يا ابني قول لي في ايه؟ انت عايش معاها ازاي؟ انا ما بقتش عارف انا عايش معاه ازاي. انا جايبكم دلوقتي عشان تشوفوا لي حل معاه. طب ايه الكلام اللي هي بتقوله ده؟ مش عارف. دلوقتي؟ اروح اعرض نفسي على الدكتور؟ لا هي بتقول في جيبك. في ايه في جيبك؟ في جيبي في البرشامه فعلا. بس مش البرشامة دي بتاعتي. ايه؟ مش عارف. ما اعرفش. مين اللي حطها في جيبك؟ الله اعلم. البت دي وراها حاجه. وبعدين هي عرفت منين ان انا في برشامه في جيبي؟ انت بالك قد ايه في الحاله دي يا ابني؟ هي بقى لها بتاع 10 ايام بتقعد توهمني بالكلام انا مش فاهمه ولا فاهم معناه. انا شايف ان انا طبيعي جدا. مفيش اي حاجه. طب اسمع نصيحتي. انا بقولها لك اهو. جريها الفتره اللي جايه دي وهي مش معانا دلوقتي، وهنعرف ايه السبب وهعرف انا السر ايه وهمشي ورا الخيط ده ولازم اعرف. اسمع كلام ابوك، البت دي وراها حاجه وحاجه جامده. ما تقلقش. اسمع كلام ابوك، ما تقلقش. ما تقلقش. وخليك زي ما تاخدش اي بقول لك ايه، ما تشربش منها كوبايه الشاي. تكون بتحط لك حاجه. ماشي كل انا همشي حاجه ورا تعملها كلامكم. بنفسك. ماشي انا همشي ورا كلامكم. ولا وأشوف تاكل في الآخر البيت إيه. لقمه. لا تمام. اكل ولا شرب. ماشي. عيش معاها كانك عايش لوحدك. اسمع نصيحتي وانا هعرف سببها ايه. ماشي انا هعمل بكلامكم لحد ما اشوف النتيجه ايه في الآخر. واحنا هنمشي وهنهدي الدنيا. مش هنتكلم هنجيب عن حاجة. اخرتها واطمن، خد بالك من نفسك ومن ابنك. وخليك قوي. بس واسكت بقى شويه ما نشوف اخرتها. ما نشوف اخرتها. بص وقع من جيب ابنك ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انا مش عارف ظلمناها احنا مكدبين البيت ولا دلوقتي. ده بقى عامل ولا ايه؟ هو ولا هي حاطاه في جيبه، ولا هو بياخد من ورانا. ده على فكرة ده بقاله فترة كمان متغير معانا. مش معايا وبس. مش عارف
مش عارف ايه اللي جراله. انا كل ما اتصل عليه طيب جاي طيب جاي ما بيجيش. على طول عصبي ويتنرفز مش يروح شغله، حتى في مشاويره، حتى في اهتماماته الشخصيه، حتى في اهتماماته العائليه ما بقاش قد المسؤوليه. مش عارف اعمل معاه ايه. في حاجه غلط، في حاجه غلط مش مفهومه، وانا خايف اكون ظالمها. بقول لك ايه، احنا مش هندور وراه هو لوحده، ورا البت دي. هي البت دي مش مريحاني. تعرفي مشاكل في البيت دي ليه؟ ليه؟ لان الموضوع ده اول مره تقوله لنا وهي بتقول بقاله فتره كبيره، واول مره تقول الكلام ده. مفيش اي حد بني ادم في الدنيا يستحمل نرفزته ولا عصبيته ولا استهتاره، وبتقول كمان ان هو بتتعرض بالسكينه كل يوم وتسكت تقول بقالها اسبوع. استحاله. لا وقال كان هيموت ابنه. لا، وتسكت عن الموضوع ده. لا، الموضوع ده فيه سر، في حاجه، فيه سر. على العموم احسن نكون ظالمينها. لا احنا هنتحرى وهنشوف. وراه. انا هتحرى وراه هو الاول، لان هو ده ابني. شوف وانت إيه. ما عليكي انك انت بجد بالامكان تهتمي انك انت تشوفي خطواتها على طول، تتابعيها. انا هتابع تليفونها. وصدقيني الكذب ملوش رجلين. لا. اكيد في يوم من الايام هتقع بكلمه وهنفهم وهنعرف. اما هو انا هبتدي بقى خلاص، انا هركز له، هفضي نفسي كل يوم مش هسيبه لحظه ولا دقيقه، ماشي. وهفهم اوله واخره ايه في كل ماشي. خطواته. احنا مش عايزين برضو نخرب بيته. مش عايزين نبقى عصبيين، لازم يكون عندنا ثبات انفعالي ونهدى، لان الموضوع مش صغير، الموضوع كبير. طب يلا بينا يلا بينا نروح احنا بقى. عملت اللي انا قلت لك عليه. عملت كل حاجه، حطيت له حبوب الهلوسه لدرجه بص خليته يتجنن. المهم يموت ونتجوز بقى يا حبيبي. لا هنتجوز وبرافو عليك، جنانين. ده خليه بس يمشي كده. على دي ورجليه. ده انا شككت امه وابوه فيه. عقبال لما توقف ايه؟ عضلة قلب. يا رب ونتجوز بقى يا حبيبي. نتجوز وهنبقى مع بعض انا بعشقك. وانا كمان بحبك. وانا ده انت اغلى حاجة عندي. انا ما حبيتش حد خالص في الدنيا الا انت. انا بشوف ستات العالم كله فيك انت. بعشقك. ايه ده بس نخلص منه بعد كده نتجوز. هو بالظبط كده. البرشام اللي انت بتحطيه بيموتوا بلبطيه. انا معرفش، انا خدت منك اللي انت اديتهولي وحطيته وخليته يبلبع كل حاجه. كل يوم اطحني في الاكل، حطوا له في الشاي، ماشي؟ هتلاقي كده عضلة القلب عنده في مرة وقفت. يا رب. وساعتها يبقى انا وانت احلى عاشق، لا احلى حب، وهتعيشي معايا احلى سنين عمرك عشان انا بحبك. وانا كمان. مش المثل قال خدي اللي بيحبك وانا بحبك. وانا كمان يا سامح. ان شاء الله نخلص منه. ايه ده يقول يا رب. يا رب. وربنا يقدرنا على فعل الخير. اموت انا اوعد السنه حبيبي. حبيبي. ايوه يا استاذي، اتفضل حضرتك. بالنسبه للقضيه هتعملوا ايه بالنسبه لابنك؟ هي طلبت من حضرتك ايه؟ طلبت طبعا دلوقتي بالنسبه في بدايه كلامها كان معايا ان طبعا بتشك ان يكون حد جاني على ابنها، فطبعا انا لازم اخد رايكم انتوا الاثنين بحيث ان انا اعرف ايه مصير القضيه. انا هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. طبعا صعب جدا الواحد يمنع القضاء والقدر، بس الحمد الموضوع ده بقى فتره كبيره واحنا عايشين في معاناه. انا والدته مش على اعصابها بقى لها فتره كبيره بسبب الموضوع ده. فالقضاء والقدر خلانا نشك في حاجات كتير، وخلانا بقى خيالنا بقى واسع. في ايه اللي بيحصل ده؟ الولد متغير بقى له فتره كبيره. مش ده مش ابني اللي انا ربيته. انا شاكه في موت ابني. حضرتك شاكه في موت ابنك. اه. طيب ما احنا كده ممكن نحول القضيه طبعا للطريق الشرعي اذا كان موافقه. اجيب حقه.
عشان شيء طبيعي. أطمن. ده أيوة. شيء طبيعي. أيوة. شيء طبيعي. الموضوع أيوة. يتحول لتحقيق. خلاص يبقى بشكل احنا قانوني. تمام. يبقى نحوله برضه للآية القضائية انت بقى حضرتك ازاي، ونعرضه على ونشوف رأي الطب الشرعي في الموضوع نفسه، على اساس برضه يبقى كل حاجة واضحة قدامنا، ونبتدي نشوف اجراءات القضية من اولها لاخرها ايه. الا قضيه هتجيب حق ابني وهتجيب برضه حقها. طبعا وهي مظلومه وهي مظلومه هتاخد ما حقها. كل حاجة هتبان يا باشا. حبي ما يرضي كل الله. حاجة هتبان. كل حاجه بص تبان حضرتك، ده ابنه، ابن ربنا يخلي. انا عايزه اعرف اذا كانت هي السبب في موت ابني، يبقى حق ابني كله لابنه. طبعا أولى. طبعا ده الشرع اللي هيقول كده مش مش انا. مرتاحين لها ابدا. لا القانون أبداً. هياخد مجراه. خدت بالك سعادتك ازاي؟ وفي نفس الوقت كمان الطبيب الشرعي هو اللي هيحدد مصير القضيه. والنبي بسرعه يا بيه عشان ان احنا شاء مش الله خير. مرتاحين. لا ان شاء الله خير باذن احنا الله. نعتمد على ربنا سبحانه وتعالى وعلى حضرتك في الموضوع دوت. ونعم بالله ان شاء الله خير باذن لان الله. موضوع الوفاه بتاع ابني هو تعبنا نفسيا ومؤثر فينا جدا. الله يرحمه. واحنا الله يرحمه عملنا ويصبره. دلوقتي طبعا يعني اللي هنبت فيه دلوقتي بالنسبه للقضاء هو الطبيب الشرعي، هو طبعا اللي هيقوم بالمهمه دلوقتي. اهم من المال والماديات والورث والكلام ده هو الحق. حق الله طبعا هو اللي هيكون موجود، وان شاء الله إن شاء الله. يقبض الحق- ضرر على الأقل. ان شاء الله الحق برضه شاء يرجع الله. لاصحابه، وابنه برضه ان شاء الله كده برضه نشوفه شاب جميل باذن الله، وان شاء الله خير باذن الله ربنا يعني. يعوضنا. وربنا يوفقنا جميعا بس، ونشوف القضيه دي ايه مصيرها في الاخر إن شاء الله. خير ان شاء الله. اطمئنوا يعني باذن الله خير. شاكرين. شكرا. اخيرا مات يا حبيبي، يلا نتجوز بقى. الف مبروك اللي هو مات الحمد لله، هم ونزاح. ونزاح. ده احنا كده نبقى مع بعض. ايوه، طب ما يلا نتجوز. ما ينفعش الوقت. ليه ان شاء الله؟ يا هتشك فيكي وتشك فيا، لازم تبقي انت بعيد وانا بعيد. يعني عايز نعمل ايه؟ هقول لك على فكره حلوه. قول. هتشوفي حد تثق فيه، تمام. تأمن لنفسك في موضوع الأملاك والفلوس، وتكتبيها باسم حد. بس انا ما قولي عنديش لي. حد. ها؟ انت. لا أنا ما ينفعش. لا لا، انت هتبقى جوزي، وبعد كده لازم. انا بقول لك ايه، انت يعني انت. ارجوك، احنا خلاص هنتجوز، يعني ايه المشكله تبقى حاجتي هي حاجتي؟ فكرة، وأنا خاف على مالي وأنت تخافي على مالي. أنت بتفكري صح، أنا كنت غلط. اتهنى بالفلوس بقى انا وانت. تعملي لي توكيل بس خلي رسمي. بالك من ابني. ليه أنت رايحة فين؟ لا خلي بالك منه، هيبقى معانا. في عينيا، اه. في عينيا، زي ابني برضك. ابنك مين ده؟ زيه. اه افتكرت. بس طب يلا بقى. أنا ما حبيتش يلا حد تعالى إلا نعمل أنت. الاملاك، يلا بقى، يلا عشان نتجوز. توكيل عام. هي الفلوس فين؟ فلوس إيه يا حلوة؟ نعم، اللي انا اديتها لك كلها. وعايزاها ليه؟ عشان نتجوز يا حبيبي. وانت تحسبيني انا اتجوزك انت اللي ملهاش خير في جوزها، ملهاش خير في حد. ما يمكن تتفقي مع حد وتقتليني، اللي يخون مرة يخون 1000 مرة يا قطة. انت خليتني اقتل جوزي واحط له كل اللي انا كنت بحطه له ده. إيه؟ انت لسه قايله جوزك، كان فين عقلك؟ انت اللي زيك رخيص، واللي زيك يداس بالجزم. خليتني اعمل كل ده وخدت فلوس. فلوس ايه؟ اثبتي. لا اثبتي يا أنا عايزة رحمة. فلوس. أنا عايزه فلوس، انا ماليش دعوه بالنقول ده. انسي. انسي، اللي زيك يداس بالجزم. مش جوزك؟ ايوه. غدرت بيه، اتجوزك تغدر بيا؟ اللي يخون مرة يخون 1000 مرة. صح. تصدق ان دي غلطه ولازم اصلحها. وانا هصلحها لك لما قتلتيني.
ايه يا حبيبتي في ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه بس في ايه؟ في ايه؟ اهدي اهدي اهدي. انت عايش؟ اعوذ بالله. عايش مفيش حاجه. انت في كويس؟ ايه؟ الحمد لله. ايه بس في ايه؟ يعني انا ما قتلتكش؟ لا ما قتلتنيش، انا عايش اهو مفيش حاجه، ده كابوس مفيش حاجه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من يعني الشيطان ما قتلتش الرجيم. حد تاني؟ لا لا خالص خالص. انا حلمت ان انا خربت بيتي وقتلتك. لا 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 لا، ده احنا طول مع بعض مفيش اي حاجه ممكن تحصل، احنا عايشين في سعاده مع بعض. هتقتليني ليه؟ خلاص هدي نفسك كده، هدي نفسك، ده كابوس مفيش حاجه. خلاص اهدي بقى، اهدي خلاص. انا دمرت حياتي. لا لا لا، احنا طول مع بعض مفيش اي دمار ولا اي حاجه خالص، احنا عايشين في سعاده مع بعض. الشيطان لعبني في ودني خلاني امشي معاه لحد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حلمت ان انا قتلتك وابني ده ضاع بسببي. لا احنا طول مع بعض يا بنتي مفيش اي مفيش حاجه، حاجة. وابننا وهو كويس ومفيش اي حاجه. خلاص اهدي. اعوذ بالله من الشيطان.